عاملين ايه يا احلى اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني ان شاء الله ما تحرم منكم ابدا. نزلت بقى السوق عشان نشوف بقى حاجه رمضان. كل سنه وانتم طيبين. طبعا انتوا عارفين المكان اللي متابعني كويس ده سنتر درب السعاده هنا عندنا في اسوان. السنتر ده فيه كل حاجه من الابره للصاروخ زي ما بيقولوا. نزل بقى حاجه رمضان زي ما شفتوا كده. الفوانيس بقى والحاجات القمر دي اللي بتدي بقى بهجه كده. كل عام وانتم بخير. اشكال بقى الفوانيس واحجام وحاجات رمضان الجميله. هنا كان عاجبني الفانوس ده اللي هو البينك واللبني، كنت عايزه اجيبه لابني. وكنت بختار كذا فانوس، وعجبني الفوانيس دي اللي هي السوداء والاخضر ده. واشكال بقى بتاعت رمضان والطبل. وهنا برضو اشكال تاني فوانيس. انا حبيت الاشكال دي بتاعت زمان، فاكرينها احنا وصغيرين. حبيت اجيب واحد لابني. كنت بنقي يعني الاشكال، بس ما حبيتش بصراحه الخشب. عندي فوانيس خشب من السنه اللي فاتت بتاعه البنات، ما حبيتش الخشب. وفي اشكال من دي، وفي كمان اللي عجبني دي، بس للاسف في عروسه انا عايزه حاجه ولادي كده. وفي الحاجات دي بتاعه رمضان اللي بيلزقوها في الحيطه، وكوشانات، كل حاجه بتاعه رمضان. اللي عايزاه هتلاقيه في سنتر درب السعاده، من الابره للصاروخ كل حاجه. الفوانيس القمر الصغننه دي فيها ميداليه. هنطلع بقى الدور اللي فوق. الدور اللي فوق فيه المستلزمات المطبخ، الرفايع، كل حاجه من الرفايع والحاجات الضخمه، كل حاجه فوق. هنطلع كده وننقي ايه الحاجات اللي انا محتاجاها. هنا في رف كده كله مجات تحفه. الاسود والابيض ده تحفه، ودي تقريبا شوربه يعني. وهنا برضو شوربه اللي فوق ده مش عارفه بتاع تقريبا جيلي او كده، ده مجات شوربه. وهنا بقى مجات الشوربه والبولات والاطباق صيني وكل حاجه، يعني الفرادة يعني عاده تعمل طقم، تجمعي طقم. هنا كنت عايزه مج، يعني نفسي في مج كده، ولا يكون كبير ولا صغير. زي الحجم اللي انتوا شايفينه، هو يعني حجمه حلو عجبني، وخفيف وحلو. بس للاسف فيه شغل رمضان، انا مش حابه. يعني عايزاه في الايام العاديه، لان حاجه رمضان بيبقى ايه حلاوتها في يعني في رمضان، بس انا عايزه حاجه استخدمها على طول. هنا كنت بنقي كمان صينيه عجباني، الصواني دي القمر دي. وهنا بقى المساحات وبتاعه الحيطان، كل حاجه اللي انت محتاجاها، والكوبايات، كل حاجه من الرفايع للحلل، كل حاجة موجودة في الدور اللي فوق. الدور اللي تحت بقى كريمات وماسكات وأرواج وكل حاجة تحت برضو، يعني سنتر متكامل. هنا بديكم جولة كده في المكان، عشان لو حد هنا من أسوان وحب يعني يروح. حلو جدا السنتر، وأسعاره حلوة جدا. ده مش إعلان والله ولا حاجة، بس عشان خاطر يعني كذا حد سألني على المكان. عجبتني الصواني القمر دي تحفة. شايفين بعد ما كنت هاخدها بصراحة رجعت في كلامي، وجيت رحت يعني بعدها بيومين عشان اخدها. للأسف كانت خلصت. والصينية المربعة دي برضو، بس عجبتني المدورة. هنا برضو ايه في مجات تاني. قلت يعني اشوف الشكل اللي انا عايزاه. عجبني الشكل ده الكشمير اهو، كنت بنقي الاشكال، بس عجبني الكشمير ده اهو اللي بشاور عليه. بس بعد ما خدته كده لقيته حجمه تقيل، يعني انا وشايلاه تقيل، يعني لما اجي كمان اعمل فيه اي مشروب هلاقيه كمان اتقل. لا، انا عايزه حاجه خفيفه كده وما تكونش كبيره. لقيت كله اهو اللي شايفينه ده احجامه كبيره. انا عايزه حاجه حجمها وسط، بس تكون يعني خفيفه، اقدر اشيلها كده وتبقى خفيفه. هنا كنت بنقي بين الاسود والابيض، وهتشوف انا جبت ايه في الاخر. ده الدور اللي تحت بقى برضو عجبتني الفازة دي، بس لقيتها خفيفة ريشة، يعني ما عجبتنيش. ده الدور اللي تحت برضو في كل حاجة انتوا محتاجينها. الشمعات دي والحاجات الانتيكات، عندهم انتيكات تحفة. الحاجات اللي طالعة ترند. هنا كنت بنقي مبخرة، بس الشكل اللي انا كنت عايزاه للاسف اتاخد، وما فيش الا الكبيرة، وما ما فيش اشكال تاني. عجبني الفانوس القمر ده، ميني فانوس كده. دخلنا بقى السوق بعد ما جبنا حاجتنا من السنتر، دخلنا السوق كده. ليش يسامحوني عشان الاضاءة طبعا الشمس. انا اليوم ده نزلت انا وجوزي في النهار، البنات كانوا في المدرسه، قلت بدل ما يعني انزل بيهم بالليل، وبالليل بيبقى وراهم مذاكره ودروس. قلت انزل انا وجوزي في النهار اشوف اللي انا عايزاه، بدل يعني ما انزل بيهم بالليل. الطريق ده اسمه شارع البازارات او طريق البازارات، لحد اخر الطريق الشارع ده، يعني ما تجيبي اخره كده لحد المحطه كله بازارات. حبيت اشارككم جزء بسيط من يومي. هنا كده محل شنط، عنده كده شنط سفر حلوه كده واحجامها حلوه، كنا بنتفرج. يلا بينا على البيت نشوف جبنا ايه مع بعض. يلا بينا. حياتي مدمره، حياتي حياتي. وصلنا البيت، وادي شويه المشتريات البسيطه اللي جبناها. حاجه ايه بقى رمضان، التنظيفات دي حاجه التنظيفات بتاعت رمضان، ودي حاجه زينه رمضان. هنشوف جبنا ايه حاجات كده بسيطه. ما ننساش طبعا قبل اي حاجه نصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما ننساش طبعا ندعي كتير كتير لاخواتنا واهلنا في فلسطين في الايام المفترجه دي. ربنا ينصرهم ويشفي مرضاهم ويثبتهم وينصرهم على عدوهم يا رب.
أنا جِبت شوية مشتريات بسيطة، أنا عندي زينة رمضان من السنة اللي فاتت وحاجات كتير يعني بتاعة رمضان، ما جِبتش حاجات كتير بصراحة، لإن أنا عندي ما لقيتش حاجات يعني طالعة جديدة يعني في السوق، وهو نفس اللي عندي، قُلت لأ حرام ليه أجيب جديد وهو عندي، هاوريكم الكيس ده كلّه حاجة رمضان، زينة رمضان بقى والمفروشات والأنتيكات كلّها، حرام أجيب ليه وهو نفس الأشكال، يعني ما فيش حاجة جديدة، جِبت حاجات بسيطة بس إيه يعني أهو لزوم التجديد أحس إن إيه جِبنا حاجة جديدة كده عشان إيه نفرّح بس إيه أولادنا وكده. هنشوف جِبنا إيه حاجات كده بسيطة، طبعًا الحاجات دي هافرشها معاكم وهنفرش كل حاجة وتشوفوا كل حاجة طبعًا مفروشة إن شاء الله بإذن الله. كل سنة وأنتم طيبين طبعًا. جِبنا أول حاجة كده منظفات عشان My Way، طبعًا اللي متابعني كويس وعارفني إن أنا شغّالة في My Way، قُلت لكم قبل كده وقبل كده برضه وريتكم اشتريت يعني My Way. يعني أنا باجيب على حسب الطلب، أنا مش فاتحة محل، لأ باجيب على حسب الطلب، يعني اللي بيطلب منّي حاجات يعني بتاعة my way باجيب له، أنا في حاجات ليّا وفي حاجات في ناس طالبينها، في حاجات بقى جايبينها المنظفات وكده. طَب أنتِ ليه ما عملتيش بقى تنضيفات رمضان؟ زي ما أنتم عارفين معايا ابني طبعًا صغير وكده، ما باعرفش يعني أصوّر وأنضّف ويعني بالحق أعمل حاجة بسرعة، بسرعة، ما بالحقش بقى أصوّر وكده. جِبت المنظف ده بتاع التواليت تحفة يا بنات، تحفة، اللي ما جرّبوش فايته كتير، ده الأصلي، أنا لقيت على يعني عروض جِبت بصراحة منّه، أنا جايبة 4، 1 ليّا و3 في ناس طالبينهم، زي ما قُلت لكم كان عليه عرض وهو ده الأصلي، تحفة، جِبت 3 في ناس طالبينهم، زي ما أنتم شايفين هنشتغل بقى تنضيفات اليومين الجاية، أنتِ جاية متأخّر، لأ أنا يعني عاملة حاجات يعني مع نَفْسي كتير، زي ما قُلت لكم التصوير بياخد معايا وقت عشان ابني يعني صغير وبيعيّط وكده، باخلّص أنا مع نفسي بدل ما لسه بقى هاصوّر واشغّل الكاميرا وكده. ده برضه بتاع منظفات السيراميك الحمام والتواليت وكده، تحفة برضه ده للسيراميك، لكن اللي هو الأسود ده اللي أنتم شفتوه في الأول، ده للتواليت نفسه. جِبت كمان لهلوبة، اللهلوبة دي مش ليّا، في ناس برضه طالبينها، أنا عندي علبة بصراحة يا دوبك فاتحاها قريب يعني وموجودة، بصراحة كنت باجيبه في الأول سعره رخيص جدًا، دلوقتي سعره رفع مرّة واحدة. بس بصراحة رهيب، تغسلي بقى بيه البوتاجاز، الهدوم، بتغسلي بيه أي حاجة، بس ما يعني بعيدًا عن المواعين وكده عشان ليه ريحة، عشان المواعين ما تلقطش ريحة، بس بصراحة مش هاجيبه تاني لإن سعره رفع، يعني الحتة الموجودة عندي هاحرّص عليها، الحمد لله على كل شيء. جِبت المعطر ده طبعًا ما يعني بيتي ما بيخلاش منه، تحفة، ريحته جبارة، ممكن تمسحي بيه، ممكن كمان أنا باغسل بيه بصراحة يعني باضيفه مع الأريال اللي في الغسالة الأوتوماتيك، أنتم شفتوني أنا وباغسل قبل كده بيه، باضيف كده غطا مع الأريال في الغسالة الأوتوماتيك، بيخلّي ريحة الهدوم تحفة، بس بصراحة مش بامسح بيه، باخلّيه يعني للغسيل يعني، بس جبّار، كمان لمّا بتمسحي بيه بيخلّي ريحة الشقة تحفة، وكمان بامسح بيه الحيطان، يعني باضيف غطا كده على المساحة بتاعة الحيطة، وبادّي كده مسحة للحيطان بيخلّي ريحة الشقة تحفة، وجِبت كمان خلطة الكبدة، حاجة My Way كمان المأكولات وكده، تحفة جميلة، وأنتم جرّبتوا معايا الدوناتس، وجرّبت كمان كيكة الشوكولاتة عملتها معاكم قبل كده، اللي خلطة الكبدة ليّا، والمُعطِّر برضه اللي شفتوه بتاع الملابس برضه ليّا. جِبت باكيت ينسون ونعناع، طبعًا لازم البيت بيبقى فيه الحاجات زي كده، أنا بصراحة عندي الينسون اللي هو باجيبه من العطار اللي هو بتغليه وكده، وعندي برضه نعناع، بس أنا باحب أجيب الباكيتات دي عشان لمّا أكون تعبانة، جوزي مثلًا عايز يعمل لي كوباية كده وعلى السريع، بدل ما لسه يغلي وكده يبقى سهل يعني. دي الحاجات اللي جِبتها بسيطة من my way، طبعًا بيدّوني أكياس عشان لمّا آجي أدّي مثلًا الزبون بادّيه في إيه، في حاجته يعني في الأكياس. زي ما أنتم طبعًا اللي متابعني كويس عارفني إن أنا عاملة عضوية في شركة my way وباجيب حاجات يعني يعني على حسب الطلب. دي الحاجات بقى اللي جِبتها من سنتر درب السعادة. دي الحاجات البسيطة اللي أنا جِبتها من سنتر درب السعادة، زي ما شُفتوا كده بداية الفيديو الجولة البسيطة اللي أنا عملتها لكم، عشان يعني في ناس كتير طلبوا منّي جولة في سنتر درب السعادة، بس الحاجة دي الوحيدة اللي أنا جِبتها من محل رسلان هنا عندنا في أسوان، شارع السودانيين، أهو الكيس بتاعه، صوّرت لكم كتير قبل كده عنده، اللي قُلت لكم بيبيع كل حاجة بالجملة، أهو مستلزمات الmakeup أو المكياج، وأدي رقمه وعنوانه شارع سودانيين بجوار فندق مش شايفة عشان الكلام يعني جاي بالمعكوس، اسمه رسلان، مشهور جدًا في شارع السودانيين، أنتِ روحي شارع السودانيين وقولي محل رسلان، يعني لو أنتِ يعني من أسوان وحابة تروحي له.
إيه من عنده. أنا الحاجة دي عندي 3 منها من رمضان اللي فات وما شِلتهاش بصراحة، زي ما أنتم عارفين أنا باحب أعلّقها عشان إيه، لمّا يعني بالليل كده أحب أعمل إضاءة هادية كده. جِبت كمان دَيّة عجبني الشكل ده، أنا عندي زي ما قُلت لكم 3 بس الشكل ده كده عجبني، عامل زي المَيّة كده، نُقط المَيّة كده، وفي من جوّه تحسّوا فيه مَيّة، بس هي مش مَيّة طبعًا، لأ هي شكل كده المَيّة، ولمّا يعني لمّا تيجي تنوّريه بالليل بيدّي إضاءة كده ألوان مع نازلة كده في المَيّة، لونها تحفة، تحفة، الشكل كده تحفة. هتشوفوا طبعًا لمّا آجي أعلّقه شكله جميل جدًا، النور كده نازل على هيئة مَيّة كده نازلة، وأدي الفيشة بتاعته كام متر ما أعرفش، هي اللفة دي كلّها عاملة 45 جنيه تمام كده، دي عاملة 45 جنيه. دي الوحيدة اللي أنا جبتها من رسنة، لكن الحاجات دي جبتها من سنتر درب السعادة. في ناس كانت طالبة منّي يعني جولة في سنتر درب السعادة، وعملت لكم جولة بسيطة، وأول الفيديو هاسيب لكم في أول تعليق مثبت العنوان بتاعه بالتفصيل. جِبت الفانوس القمر ده تحفة، تحفة، تحفة. ده جِبته لابني شكله كده عجبني كده صغنّن كده وقمر، ده كان عامل 40 جنيه بس تحفة، بس حجمه حلو مش صغير يعني لأ حجمه حلو، ولا كبير ولا صغير وسط. شايفين وهو يعني زي حديد أو كده، اللي هو زي بتاع IKEA يعني الكوبي بتاع IKEA تحفة زي ما شايفين كده، بس في إضاءة يعني في اللمبة اللي من جوّه دي المدوّرة الكورة دي بتنوّر زي ما شايفين كده. شايفين التفاصيل، تفاصيله كده رقيقة وبسيط جدًا. لو وصلتِ لحد الفانوس ولسه ما عملتيش إعجاب للفيديو انزلي بسرعة اعملي لي إعجاب للفيديو في رسمة الصباع تحت الفيديو اضغطي عليها عشان تعملي لي أحلى لايك من إيدِك يا ستي الكل. ولسه ما نورتنيش اشتركتِ في عيلتي التانية في كلمة اشتراك باللون الأسود اضغطي عليها عشان عيلتي التانية تكبر بيكِ قلب أختِك. بتيجي ترجيه كده بيجي ينور. هنعمل أجواء رمضانية كده بسيطة جميلة تحسسنا بقى برمضان ونفرح البيت ونفرح أولادنا بحاجة كده بسيطة تزيني بيتِك تفرحي أولادِك عشان لما ييجي يكبروا يفتكروا اليوم ديّة إنِك الأجواء بقى بتاعة رمضان قبلها والزينة والحاجات دي عشان لمّا ييجوا يكبروا يفتكروا اليوم ده، زي ما إحنا كده لمّا كبرنا فاكرين بقى رمضان زمان بنحب قبل رمضان كده وزينة رمضان ولمّا نيجي نزيّن بيتنا والشارع والحاجات الجميلة دي والروحانيات الجميلة دي. جِبت كمان الفانوس الجميل الصغنن ده ميني فانوس هو كده بميدالية عشان إيه، طالعة مثلًا سلِّم النور قاطع يعني عايزة تفتحي الباب النور قاطع، بينوّر زي ما أنتم شُفتوا كده تحفة وبسيط. هنعمل برضه كده بيه جو حلو كده أهو زي ما شايفين في زرار من تحت كده بينوّر، بس هتلاقوا الإضاءة مش قوية بس هي إضاءته قوية بس عشان التليفون يعني وكان في النهار ومولّعة يعني اللمبة وكده، شكله تحفة. ده كان عامل 20 جنيه، يبقى ده 20 جنيه الأحمر عامل 40. بس شكله كده تحفة كده صغنون وقمر. فرّحي أولادِك عشان خاطر زي ما قُلت لِك لمّا ييجوا يكبروا ما ينسوش اليوم ده. يعني أجواء رمضان الجميلة، الروحانيات اللي هو بييجي شهر في السنة كلّها، يعني لازم تحضّري له كده وتحسّسي كده الأولاد كده بالجو الجميل ده، جو رمضان الجميل. المَج القمر ده زي ما أنتم شُفتوا كده أنا وبانقّي المَجّات كان عايزة مَج كده يبقى خفيف كده ومش كبير ولا صغير، يبقى وسط كده ويبقى حجمه حلو كده وخفيف. كل اللي كان موجود عندهم كان حجمه كبير وتقيل، يعني أنا وماسكاه تقيل من قبل ما أعمل فيه المشروب. لكن ده الأبيض والأسود ده كان حجمه حلو وخفيف، كان فيه كمان شكل حلو جدًا وحجمه حلو، بس للأسف كان مرسوم عليه حاجات رمضان، أنا مش عايزة يعني حاجة مرسوم عليها حاجة رمضان لإن هاستخدمه في شهر رمضان بس، لأ أنا عايزة حاجة أستخدمها السنة كلّها، لكن حاجة رمضان حلاوتها في شهر رمضان بس. لقيت ديّة السادة ديّة في منّه أبيض وأسود، عجبني اللون الأسود بصراحة حجمه حلو وخفيف كده ولا تقيل ولا خفيف خالص، يعني حجمه يعني حلو كده، زي ما أنتم شايفين قمر وبسيط كده شايفين التفاصيل ما فيهوش أي حاجة، بسيط كده وجميل، أدي شكله من جوّه حاجة كده رقيقة. ده كان عامل كام مش هتصدقوا، ده كان عامل 45 جنيه، 45 تحفة، شكله كمان على الحقيقة تحفة، تحفة. أنا عجبني اللون الأسود، في منه أبيض بس الأسود طبعًا جميل وشكله كده شيك. بصراحة مش مصدقة إن هو ب45 جنيه تحفة. آخر حاجة معانا الصينية القمر دي، الصينية القمر دي أنا جبت المقاس الأكبر منها، بعدها بيومين رُحت رجّعتها لإن لقيتها يعني هتاخد مساحة معايا رجّعتها وجبت المقاس ده. حتى يوم ما أنا اشتريت بداية الفيديو كان عجبني الصينية مدوّرة كده بتاعة رمضان، ولمّا جيت ما خدتهاش بصراحة، لمّا جيت
جيت رجعت الصينيه المقاس الاكبر من دي، رحت عشان اجيب صينيه رمضان لقيتها خلصت. لما انا قلت لكم رحت بعد يومين لقيتها خلصت. جبت المقاس دي اللي هو الصغير، ليه؟ عشان لما نيجي بقى نعمل بقى المحاشي والكرنب اجي افضي بقى حله المحشي عليها تحفه. كنت عايزه الحجم ده اللي انا جبتها في الاول كان مقاس اكبر من ده، عشان كده انا رجعتها، لكن الحجم ده حلو. انا عندي واحده طويله لما باجي اعمل افضي فيها المحشي واجي يعني اطلعها على صينيه الاكل، وعامله مثلا طبقه كده ملوخيه او اي حاجه بتاخد معايا مكان. لكن انا حبيت الحجم ده عشان لو اكون عامله طبقه اكل بقى ايه تاخد معايا الصينيه يعني بتاعت الاكل. وحجمها حلو، وهي ولا خفيفة ولا تقيلة قوي، لا حلوة كده زي ما انتم شايفين. وسعرها تحفة، دي كانت عاملة 110، كانت عاملة 110. مش هستخدمها للمحشي بس، لا كمان لو طبقين كده البنات ياكلوا عليها، جوزي مثلا الصبحية كده يفطر عليها طبقين. هسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.